شفنا المغرب وهي بتسترد حقها. كلنا شفنا المغرب وهي بترد على كل واحد حاقد وحاسد عليها. كلنا عارفين ومقتنعين كويس جدا 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 ان المغرب ما بتعملش غير الصح. المغرب عمرها في حياتها ما عملت غير الصالح. دلوقتي عشان نبقى كلنا فاهمين اللي بيحصل ده شيء من الاشياء اللي ما ينفعش السكوت عليها، اللي لازما نبقى عارفين الناس دي بتفكر ازاي، الناس دي ماشية ازاي، الناس دي عايشة ازاي. كلنا مقتنعين ومؤمنين كويس جدا بان المغرب بتعمل اللي فيه كل ناس كتير قوي قوي ما تقدرش عليه. فلازم نعرف قد ايه نجاح المغرب ده شيء كبير، قد ايه نجاح المغرب ده شيء من الاشياء اللي تخليك انت حاقد وحاسد وتيجي على المغرب. ايوه، في ناس بتحقد وبتحسد وبتيجي على المغرب. فدلوقتي عشان نبقى فاهمين كويس جدا اللي بيحدث ده شيء من الاشياء اللي ما ينفعش السكوت عليها، ما ينفعش نسكت على هذا الاشياء، لان الاشياء دي بقت تدلل. فخلينا كلنا مقتنعين وعارفين وواثقين ازاي المغرب رافضة اي رشاوي، ورافضة اي نجاح يجي بالكولسة، وبتسيب قضيتها سواء الموضوع هيجي بأي طريقة هم عادي بالنسبة لهم، عادي. وبينتظروا الناس اللي بتقدر تقلل منها، بينتظروها وعارفين وواثقين كويس جدا ان الموضوع بالنسبة لهم ده شيء من الاشياء اللي ما ينفعش نسكت عليه، شيء من الاشياء اللي ما ينفعش ان احنا نسكت عليه. فخلينا عارفين ومقتنعين ان الموضوع بالنسبة لأي حد بقى موضوع السكوت فيه ما بقاش مستحب. السكوت في المواضيع دي ما بقتش مستحبة. خلينا كلنا واضحين وصراحة مع بعض. نجاح المغرب ده هما بيتعبوا عشان ينجحوا، هما بيتعبوا عشان يوصلوا لحضرتك او حضرتك تسمع عنهم. فخلينا كلنا عارفين وواثقين ان اللي بيحدث ده شيء من الاشياء اللي صعب ان احنا نسكت عنها، صعب ان احنا نكولس ونحسس الناس ان ده موضوع تافه. صعب جدا. فخلينا كلنا منتظرين الاحداث اللي جاية، هتبقى احداث شكلها العام طبيعي ان احنا نسمع عنها، طبيعي ان احنا نراهم بأعيننا.
فخلينا كلنا نبقى مقتنعين وواثقين ان المغرب كل يوم بتقدم لنا الجديد، بتقدم لنا التطور، وبتقدم لنا كل حاجة عشان تتفرج وعشان تسمع وعشان كمان تبقى عارف ومقتنع ان العملية مش عملية كولسة او لا. في ناس بتبقى شايفة اللي بيحصل وشاهداه، ولكن عشان تبقى عارف ان اللي بيحدث وبيحصل ده شيء من الاشياء اللي صعب ان انت تصدقها. فانا من جوايا بشجع المغرب وبقول سيروا، انتوا انجح.